ما عملتش كده خسران حتى لو انت جامد. انا دلوقتي عندي 200 قطعه، ال 200 قطعه دول دخلوا مخزني، انا هسعر ازاي يا حسام؟ همشي معاك في شويه حاجات في التسعير كده. رقم واحد، لما تيجي تسعر تاخد تكلفه القطعه نفسها اللي انت جبتها، وتبدا النهارده تشوف مصاريفك الثابته اللي انت هتصرفها غصب عنك كل شهر حتى لو ما بعتش كام، ولازم تقرر هبيع كام قطعه في الشهر. فوركاستنج. ليه؟ لانك لو انت النهارده بعت 200 قطعه في الشهر وانت مصاريفك 40,000 جنيه ولا 250 قطعه، فمعنى كده ان كل قطعه هتتحمل من المصاريف 160 جنيه زائد ال 200، كده 360 جنيه تكلفه عليك. لسه ما حسبتش اعلانات مموله، لسه ما حسبتش نسب مرتجعات، لسه ما حسبتش اي حاجه. فسيادتك تروح جايب القطعه ب 250 جنيه وتباع ب 400 وتقول ده انا جامد، ده انا جايبها ب 250 وبايعها ب 400، ده انا حاطط 150، انت جايبها ب 250 جنيه وبايعها ب 400، بس انت مكلفك 360 عشان انت بايع 250 قطعه في الشهر وتكلفتك 40,000 ثابته. لما تقسمهم على 250 هيطلع 160 زائد ال 200 تكلفه القطعه 360، فلما تبيعها ب 400 انت مش كسبان. ده لسه في اعلانات مموله ممكن توصل 70 80 جنيه على القطعه، فتلاقي نفسك مماينص. طب انت بعت 500 فانت القطعه وقفت عليك ب 80 زائد ال 250 320، بايع ب 400 هتلاقي مكيت اعلانات مموله 80 70 جنيه زائد المرتجعات، فكده انت ما خسرتش ولا كسبت، يا دوب البريك ايفن بوينت بالعافيه. ايه الصح بقى؟ لو انا داخل من البدايه محدد هبيع كام قطعه. احنا طب دلوقتي يا حسام نسعر ازاي في الاونلاين؟ اول حاجه لما تيجي تسعر اونلاين اعمل سوات اناليسيز وشوف كل المنافسين بيبيعوا بكام، واعمل حاجتين. اول حاجه تعمل سعر اللي هو الكونسيومر برايس، سعر المستهلك. سعر المستهلك ده سعره زي اجمد حد بيبيع في الماركت. يعني ايه الكلام ده؟ انا دلوقتي ببيع قطعه، القطعه دي بتتباع من رينج 400 ل 800، اختها بالظبط بنفس المواصفات، قول دي ب 800، ده اسمه سعر مستهلك. لكن في حاجه اسمها كوميرشال برايس اللي هو السعر التجاري بقى اللي ببيع بيه بقى. حضرتك النهارده تقدر تبيع ب 500 بدل 800، عامل ديسكاونت ولا مش عامل ديسكاونت؟ طب النهارده لو جيت في يوم من الايام زادت عليك التكاليف، انت لسه جوه الرينج، هتبيعها ب 600 بدل 800، بس الناس لسه شايفاك عامل ديسكاونت، بس الديسكاونت قيمته قلت شويه. طب لو انت اصلا من البدايه خالص القطعه دي ظابطه معاك على 500 وانت بتبيعها ب 500 والدنيا زادت عليك وعميلك طول عمره بيسالك بكام بتقول له ب 500، لما تيجي تقول له ب 600 يقول لك ايه ده انت غليت لما اتعرفت. لكن لو قلت له النهارده هي ب 500 بدل 800، طول عمرك بتقول له 500 بدل 800، وجيت عليك وقت من الاوقات قلت له ب 600 بدل 800، انت لسه جوه الديسكاونت بس قل.